قد تكون سريعا إلى خط النهاية وتحقيق الانتصار، ولكن يبقى القدر أسرع منك، وليس خط النهاية تتويجا أو تقاعدا فقط، إنما قد يكون موتا أو أقرب منه. هو ذلك القدر الذي وضع أمس زعيم السباقات السريعة في العالم مايكل شوماخر بين الحياة والموت. لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل مايكل شوماخر، هو ما قاله رئيس مصلحة التخدير بمستشفى غرونوبل بفرنسا. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur le devenir de Michael Schumacher. بعد تحكمه في مقود ومكبح سيارة فيراري ونصب عجلاتها على مضمار السباق، موجها سهام عينيه نحو خط النهاية الذي كان فيه الأسرع في العالم ل7 مرات، حتى أصبح الشيطان الأحمر للسباقات السريعة للسيارات. أخفق هذه المرة في مواجهة الطبيعة، وأدار له الحظ ظهره على جبال إقليم سافوا الفرنسي عندما كان بصدد اكتشاف عالم التزلج على الجليد. قدر شومي أو شو كما يلقب في ألمانيا أن يقترب من خط نهاية الحياة على مضمار الجليد، بعد أن صنع منه القدر ملكا للسباقات السريعة على مضمار الإسفلت. شوماخر قال ذات يوم في رده على سؤال حول دخوله عالم أثرياء العالم: لم أخطط لأصل إلى ما وصلت إليه اليوم، ولم يكن يدري بأن خط الوصول سيكون سرير الموت. وعالم الرياضة يصيح، جسد الفورمولا 1 يتألم.